بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل مصر، هذه أرض الله وأنتم أهلها، وأنتم حصادها وزرعها، وأنتم من يصنعون حاضرها ومستقبلها، وهذا لن يكون إلا إن كنتم أسيادا فوقها، وليس عبيدا مطوقة ومذللة لملوكها. فالملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلاء. أما الأرض فلا تستعبد أبدا، ولا تخلو من الحرية أبدا. فكم من أقوام عاشت بأرض مصر قبلكم، فهلك من هلك ومات من مات، من فراعنة وملوك وأنبياء، كلهم رحلوا عنها وبقيت مصر هي مصر، ولم يأخذ أحد منهم شبرا معه أو حبة رمل أو تراب. وحتى من دون بشر بقيت مصر هي مصر، فما تضررت وما انتفعت، وما تأثرت وما فرحت وما حزنت، وما نطقت بسوء أو إحسان. فالجماد يبقى جمادا، لا يضر ولا ينفع، ولا يتحرك إلا بأمر الخالق سبحانه عز وجل. ولم يبق فيها إلا المقابر أو مقابرا وعظاما لعبيد وطواغيت، صارت قصصهم دروسا وعبر لمن خلفهم من الأمم. فيا أهل مصر اعتبروا، فليس العبيد من يطوق ويغل بالأغلال والحبال، فذاك أسير، بل العبيد من رأى الحق فأنكره، ورأى الباطل فأسر به وابتهج له، ورأى المنكر فصفق وطبل له، ورأى الطاغوت فتراقص بذيله له، وسارع إليه ليفرش بساطه مرحبا به. فهؤلاء هم العبيد الذين بهم على فرعون في الأرض وقال أنا ربكم الأعلى، وهؤلاء هم الذين على بهم السيسي اليوم أرض مصر واستعبد أهلها وقال أنا وأنا وأنا، وما قال ذلك وما طغى إلا بعد انحرافكم عن دينكم وتذللكم وتواكلكم على من سبقه من طغاتكم وفجاركم وأعدائكم وأعداء دينكم. فأنتم لم تتقدسوا ولم تقدسوا دينكم، ولم تعتزوا بشريعة ربكم، بل اعتززتم بمن عتى عن أمر ربه والتجأ لحبال الفسق وطغيانه، لتكونوا سببا في تشتتكم وتمزقكم وتفريقكم وتهجيركم وتقاتلكم، ليسلب بعضكم بعضا وينهب بعضكم بعضا ويظلم ويقتل بعضكم بعضا. فقد أخربتم بيوتكم بأيديكم، ودمرتم حاضركم ومستقبلكم، لتصيروا عبيدا أذلاء في أرضكم وفي أعراضكم وفي خيراتكم، وصرتم شماتة القاصر والداني والعدو والصديق بدمائكم وأعراضكم وأموالكم المستباحة. فأينما حللتم صرتم صاغرين أذلاء. فالعزة لله جميعا فما أخذتموها، والراية راية الله وما حملتموها، والحكم حكم الله وما جهدتم له حق جهاده، والدين لله كله وما صبرتم عليه حق صبره. بل ابتغيتم العزة بغير دين الله، فخرجتم من النور إلى الظلمات، وبعد أن كنتم أحياء صرتم بالهوى أموات. بخروجكم عن صراط الله المستقيم، فما حل بكم غير البلاء بصراط المضلين، وما أصابكم غير الذل والمهانة وغير الخوف والحزن الذي جعلكم تعيشون على أنقاض ماض لا يبني شيئا من حاضركم ومستقبلكم، ولن يرفعكم أبدا. وما تستكثر دولة وأمة من ذكر ماضيها إلا كونها مقبلة على الزوال، فتنتشي بماضيها لتجعله حاضرها. ففي الأمس القريب كلكم تذكرون انتفاضتكم ضد هؤلاء العساكر وحكامهم الجائرين الذين باعوا دينهم ودنياهم، فأوقعوكم بين فكي ضباع مستذئبة حوطتكم من كل الجهات بالعصي والنار والسجون، عساكر تقاتلكم وتحمل السلاح في وجه مسلمكم ومؤمنكم، بدل استعادة حقوقكم التي نهبت، وحريتكم التي سلبت، وأعراضكم التي انتهكت، وردع ومجابهة حكومتهم التي كفرت، ولغير راية الله رفعت، وعلى مرأى عدسات العالم لسيف الظلم والجور أشهرت. فكيف للسيسي أو بوتفليقة أو محمد السادس أو بن سلمان أو بشار الأسد
أن لا يطغوا على الخلق بهكذا عساكر مستكلبة، ورغم ذلك ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، بل كانوا لكم عدوا مبين في دينكم ودنياكم وأموالكم وأعراضكم. فهل أنتم منافقين لتسلموا لمن لا سلام له بل كفر بربه، وتصدقوا من لا صدق له، وتوفون لمن لا عهد له، وترفعون راية السلام لمن لا سلام ولا سلم له ولا أمن له بالدنيا أو بالآخرة؟ غدا أيها الشعب المصري هو يوم 11 نوفمبر، فهل سيكون خروجكم من أجل بطونكم الجائعة أم من أجل كرامتكم وأعراضكم الضائعة؟ فإن كان خروجكم من أجل بطونكم الجائعة فاعلموا أن البطن لا تشبع وأن النفس لا تقنع، وهنا تكونون قد بينتم أنكم على ضلال ولستم مسلمين، فسيصيبكم أشر مما أنتم فيه، وستشتد بكم العبودية وتقعون في الهاوية. فالعبيد دوما ينتفضون لبطونهم الجائعة فقط ويرتضون العبودية. أما إذا كان خروجكم غدا من أجل كرامتكم وأعراضكم الضائعة فيعني أنه استفاقت بكم الهمم والذمم، وصار النصر حليفكم، وستذلون عدوكم وعدو دينكم، وستشهد الخيرات بلادكم، وستصبحون أسيادا على أرضكم. فرب همة رفعت أمة، وهذا مضرب المثل عن طفل صغير غير حال أمه. وطبعا هذا لن يكون إلا إن كنتم مسلمين وبكلمة الحق هاتفين. فهل هناك كلمة حق أعلى من كلمة الله أكبر ولا إله إلا الله؟ الله أكبر ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا إله إلا الله.